والصراحة البنات تصدمت، والله تصدمت، وتصدمت البنات. واش شفتوا ديك الطريبية مسكينة اللي لقاوها فوق من داك الشومبرير هكا عايمة وداخلة حتى هي لسبتة. وما فهمتش انايا هاد النوع ديال الآباء واش ما عندهمش القلب، واش كيما نقولوا زهق ليهم ديك الطريبية. ما فهمتش واش بقوة ما كانوش يمكن يعرفوا يعوموا. الله يحفظ يكونوا غرقوا وولدهم بقى عايم فوق الماء حيت داروا فوق من داك الشومبرير. ما شاء الله. المهم الطريبية، هاد الطريبية راه لقاوها فوق من الشومبرير بوحديتها، وبوحديتها مسكينة فوق الماء. عافاكم اللي عندها شي معلومات ولا شي حاجة تخليها لينا. واش والديها من بعد بانوا، ولا تا هما كانوا دوك المفقودين اللي لقاوهم، راه شي وحدين لقاوهم جبدوا الجثث ديالهم وشي وحدين باقيين غابرين. الصراحة أنا تصدمت، ما نكذبش عليكم البنات. ولا مساكن. عاوتاني واحد الحالة أخرى يقدروا يكونوا مثلًا ملي شافوا ولدهم على خير، يعني راه فوق الماء وبقاو متبعينه غير من البعيد، قالوا بعدا يسلك غير ولدنا كيما نقولوا. ولا ما فهمتش شي حاجة تما. ما يمكنش زعما الوالدين حتى لهاد الدرجة فهمتوني يسمحوا في ديك الطريبية في ديك الملاك. يا البنات باقي ما قدرتش نستوعب الصراحة. ما شاء الله وصافي. واش في راسكم البنات واش شفتوا حتى ملي ليا اش وقع؟ حتى ملي فقت الصباح تصدمت. في الليل حتى هما حيحوا بغاو يدوزو، حتى هما بغاو يعبروا الحدود وناض العسكر ديال المليلية. المهم الضرب العنف داكشي اللي وقع راه خطير عاوتاني بزاف. صافي الناس شعلت فيها العافية، الله يحفظ، والله كلشي بغا يهرب. يا ربي دينا تاويلتها على الخير، يا ربي طفي هاد الغضب يا ربي والله. ما شاء الله وصافي. المهم البنات عافاكم، كاع اللي عندها شي معلومات على هاد الطريبيه واش بانوا والديها ولا ما بانوش يخليها لينا عافاك في الكومونتير. وعافاكم البنات والدراري طبيعة الله راني عارفه متبعيني بجوج، والامهات الاخوات كاع اللي وصلوا حتى لهاد النقطه دوزوا عندي عافاكم القناه، راه كنحط لكم قصص، قصص حقيقيه. وطبيعة الحال اللي بغى يشارك معنا القصص ديالو مرحبا والف مرحبا، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم. مع السلامه حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.